السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كفتة الشارع اللي بتتاكل على العربيات، حلوة قوي وحرشة جدا. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، في واحدة فلفل أخضر مكبب متقطعة صغير جدا، وطماطماية متوسطة متقطعة صغير جدا من غير المية بتاعتها، بصلة متوسطة مفرومة ناعم ومعصور منها المية بتاعتها، ملح وفلفل وكربوناتو وسبع بهارات أو أي بهار موجود عندك، وبصلة جوليان بيضة، شوية دهن، وفصين توم، وقرن فلفل مكعب او حامي لو انت عايزه. تمام، هنعمل ايه بقى كده واحده واحده. هنحط اللحمه هنا ونحط عليها التوابل بتاعتها، بيضه وفلفلايه كوبي صغيره مفرومه ناعم جدا، حاولوا على قد ما تقدروا تكون متخرطه صغير قوي، والطماطميه متشال منها الميه والبذر بتاعتها ومتقطعه صغير جدا، بصلايه متوسطه فرمتها ناعم وعصرت منها الميه بتاعتها، ومش هرمي الميه، انا هستعملها. سبع بهارات او بهار لحمة او اي بهار، وكربوناتو او بيكنج باودر، ملح وفلفل، بس كده. تمام، هفضل بقى اخلط في المكونات دي كويس جدا 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 لحد قوامها ما يبقى ناعم وتبقى متجانسة، عشان لما اجي اكور الكفتة ما تبقاش من بره مش متساوية ومش ملساء. تمام، فضلت عجنها كويس جدا، هسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق زي ما انتوا شايفين هبدأ اكورها، وادي مية البصلة اللي انا عصرتها، ونبدأ نكور. حجم الكرة قد ايه؟ حاولوا ما تبقاش كبيرة لان هي هتتشوح على الطاسة من فوق، فنحاول ان الكرة تبقى زي الليمونة او اصغر شوية، كمان اصغر من الليمونة شوية، علشان ما تاخدش وقت في السوا. وانا بكورها ممكن الاقيها بتلزق في ايدي شوية، مية البصل دي هتدي طعم وهتخليها ما تلزقش في ايدي. انت ممكن بعد ما تعملي الموضوع ده بتاع الكفتة نكورها، ممكن نشيلها في الفريزر على كده، وممكن نسيبها في التلاجة لتاني يوم، يعني مش لازم نشتغل فيها في ساعتها. خلاص، احاول اخلي الكور كلها نفس الحجم. الدهن ده اللي احنا هنشوح فيه الكفتة، ممكن تبقى حتة دهنة نجيبها من عند الجزار، او حتة ليا لو ما عندكيش، وده يفضل يبقى عندك، يعني ممكن حتة زبدة على زيت. ادي الكور اهي، بعد ما كورتها هنروح بقى على النار ونسيح الدهن بتاعنا، وبعد ما نسيحه الكتل اللي فاضله دي انا هشيلها، انا عايزه بس الدهون اللي نزلت منها. تمام، على نار عاليه هنزل الكفته عشان تاخد صدمه وتتلون بسرعه، وبعدين اهدي النار شويه صغيرين واغطيها واسيبها تستوي زي ما هتشوفوا مع بعض دلوقتي. بصوا النار حاميه ازاي. طبعا النار ما تبقاش حاميه قوي قوي عشان الكفته ما تتحرقش، لكن حاميه عشان ما تنزلش ميه. هسيبها بقى زي ما انتوا شايفين على النار كده، واغطيها 3 4 دقايق بس، وبعدين اهي بدأت تاخد لون، هبدأ اقلبها على الجنب التاني وبرضو اغطيها واسيبها حاجة بسيطة. التغطية اللي انا بغطيها دي بتخلي المية بتاعتها البخار يسويها ما تنشفش، وتاخد وقت اسرع في التسوية. اتأكدت ان هي استوت كويس من كل الجوانب. هنزل بقى البصل الجوليان وفص الثوم وقرن الفلفل المكبب او الملون او الحامي زي ما انت عايزة، واديهم تشويحة واطفي وخلاص كده. الوصفة ما خدتش اي وقت، سهلة جدا ولذيذة جدا وحرشة مختلفة عن الكفتة المشوية بتاعتنا. تقدري تعمليها لو انت مستعجلة في اي وقت، تتاكل بعيش تتاكل برز، بس هي حلاوتها بصراحة بقى في عيش بلدي. بصوا، تقليبة واحدة بس دبلت البصل والفلفل وطفيت على طول، عشان انا عايزة البصل يبقى كرانشي شوية ما يبقاش طري، فانا بس اعطيته طعم من الكفتة. معايا بقى شوية جرجير وبطاطس وطحينة، ونعمل احلى سندوتشات كفتة. ولو عجبكم الفيديو، انا رندا ودي قناتي، وما تنسونيش في اللايك والشير، وبألف هنا وشفا.